صباح الخير. قصة من وحي بحر تأليفي. كل يوم الأب بيروح لابنه في المدرسة عشان ياخده ويروحوا البيت. اتفاجئ الأب في اليوم ده إن ابنه مش موجود في المدرسة، فسأل المدرسين وقال لهم ابني مش موجود، هو راح فين؟ بعد طبعا انتهاء اليوم الدراسي. فالمدرسين انتهشوا، قالوا له احنا كنا واقفين وشايفينه ان مستني حضرتك في المكان ده، وبعد كده مش عارفين هو راح فين. فالاب في حيرة مش عارف يعمل ايه، فقعد يدور عليه في انحاء المدرسة كلها، وبعدين طلع من المدرسة قاعد بيدور عليه. فربنا سبحانه وتعالى ألهمه بحاجة إن هو بمكان إن هو يروح يدور على ابنه فيه. أخذ العربية بتاعته وراح، وفعلا قلب المؤمن دليله، أو قلب الأب بيدله على الخير. لقى ابنه موجود قدام قبر مامته، فسأله أو من غير ما أسأله، فالابن شاف باباه قال له يا بابا أنا آسف جدا، المفروض أنا كنت أستناك في المدرسة بس ما قدرتش، عشان أنا لقيت كل زمايلي معاهم هدايا رايحين يقدموا هديتهم دي لمامتهم، وأمهاتهم موجودة معاهم في المدرسة، إلا أنا ماما مش موجودة معايا. فاضطريت أروح لها بنفسي قدام قبرها وأقول لها كل سنة وأنت طيبة يا ماما، عيدك في الجنة يا ماما. رفقا بالأبناء اليتامى في العيد ده أو في اليوم ده، رفقا بكل ربنا أو بكل زوجة ربنا ما عطاهاش نعمة الإنجاب في اليوم ده، أو فقدت حد من أولادها في اليوم ده، رفقا باليتامى اليتيم الأم في اليوم ده. وفي النهاية بقول كل سنة وجميع الأمهات طيبين، وربنا يخلي أمهاتنا يا رب، ويا رب يبقى عيد سعيد، ويا رب ربنا يدخل السعادة على أصحاب القلوب الحزينة. شكرا، مع السلامة.